موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. الأغنية التي تأتي من الواقع الاجتماعي فتتجمع في قلب الشاعر بتعكس بذلك عملاً إبداعياً ناتجاً عن ضمير ووجدان المجتمع. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. المجتمع اللي من خلاله بتعرف كيف بيحب، كيف بيحارب، كيف بيسالم، كيف يعادي ويصادق، كيف يعشق الأرض ويزرعها ويتعامل مع الطبيعة، وكيف يرى الأحداث السياسية. معكم زكريا دهمان. الشاعر أحمد عبد رب العواضي. ولد الشاعر أحمد عبد رب العواضي سنة 1925 بمنطقة البديع نعمان بمحافظة البيضاء، وفي طفولته ظل رهينة مدة 15 عاما في سجون الإمام أحمد بن حميد الدين. اشترك في معارك الدفاع عن الثورة منذ شرارتها الأولى، وقاد معارك شرسة ضد الملكيين في حريب وأرحب ومسور والحيمة، وفي حصار صنعاء الذي دام 70 يوما عام 1967 خاض معارك بطولية وساهم في إنهاء الحصار عن طريق حملته التي قادها من الحديدة. تقلد الشاعر عبد رب العواضي عددا من المناصب، منها قائدا للحيمتين، مسؤولا لحملة طريق الحديدة صنعاء، وزيرا لشؤون القبائل في العام 1963، مستشارا لرئيس الجمهورية المشير السلال عام 1964، محافظا لمحافظة صعدة عام 1969، محافظا لمحافظة تعز عام 1971. وكان إلى جانب ميوله العسكرية محبا للشعر والغناء، نظم عدة قصائد باللهجة العامية البدوية والصنعانية وتغنى بها الشعب وأداها الفنان أحمد السنيدار، مثل أغنية لا تشلوني ولا تطرحوني. لا صاحب فرق صاحبه سال الدمع من كل عين، يا عيني على صاحبي ذي روح وعينه بعين، قد ريته وهو شافني ذياك أدعج المقلتين. ولك أن تتغنى بأشعار الشاعر أحمد عبد رب العواضي وترانيم الفنان أحمد بن أحمد السنيدار في أغاني عديدة، منها يا ظالم الحب. يا ظالم الحب قل لي أيش هو ذنبي، ظلمت حبي وانا هايم علشانك، هجرتني بعد ما شفيت في قربي، ولعتني وجذبت الروح بلسانك. طاب السمر يا المليح اسمع، جي عندنا ما بقى ما به، فرصة أنا وانت نتمتع محلى الهواء يجمع أحبابه، لا فاتني غابه يرجع وانا أقول مرحابه، وافرح إذا قد وصل واسرع يوصف لي الحب واسبابه. قل لي أيش هو ذنبي، يا ظالم الحب قل لي أيش هو ذنبي، ظلمت حبي وانا هايم على. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. الأغنية التي تأتي من الواقع الاجتماعي فتتجمع في قلب الشاعر بتعكس بذلك عملاً إبداعياً ناتجاً عن ضمير ووجدان المجتمع. موسوعة شعر الغناء اليمني في القرن العشرين. المجتمع اللي من خلاله بتعرف كيف بيحب، كيف بيحارب، كيف بيسالم، كيف يعادي ويصادق، كيف يعشق الأرض ويزرعها ويتعامل مع الطبيعة، وكيف يرى الأحداث السياسية. معكم زكريا دهمان.